يوم 19 فبراير عام 1951 حوالي 1500 ست من اتحاد بنت النيل اقتحموا مجلس النواب بقيادة درية شفيق. البرلمان ده كان كله رجالة، والجلسة كانت ماشية عادية خالص لحد ما الستات دخلوا وقالوا بوضوح: لينا حق الانتخاب والترشح زينا زيكم. درية أو بنت النيل ما كانتش ناشطة صدفة، لأ، دي كانت دكتورة حاصلة على الدكتوراه من السوربون، ومؤمنة إن الحقوق ما بتجيش بالاستعطاف لكن بالضغط المنظم. أسست اتحاد بنت النيل سنة 1948 وأطلقت مجلة بنفس الاسم، وأنشأت مدارس لمحو أمية السيدات في المناطق الشعبية، لأنها كانت شايفة إن الست المتعلمة هي اللي تقدر تختار وتغير. يوم اقتحام البرلمان اعتصموا ساعات، ورئيس المجلس وعد بمناقشة مطالبهم. صحيح الحقوق ما اتحققتش فوراً، لكن الضغط كان خطوة أساسية لحد ما دستور 56 أقر رسمياً حق المرأة المصرية في الانتخاب والترشح لأول مرة. ودرية ما بطلتش نضال، أضربت عن الطعام سنة 54 اعتراضاً على استبعاد المرأة من لجنة الدستور، وكررت تاني الإضراب سنة 57، وده احتجاجاً على غياب الديمقراطية، ودفعت الثمن إقامة جبرية وتهميش. درية شفيق رحلت سنة 75 بعد سنوات من العزلة، لكن اللحظة اللي اقتحمت فيها البرلمان سنة 51 فضلت علامة فارقة، لأنها ببساطة كانت بتقول: الست المصرية مواطنة كاملة وصوتها مش قابل للمصادرة.